هنعمل مع بعض النهارده المشروب الرسمي والراعي الاساسي للشتاء، بودره السحلب، وهنعمل منها احلى كوبايتين سحلب، وهنعرف الاضافه اللي هنضيفها عشان يطلع معاكي السحلب زي الجاهز. وهنضيف المكسرات لوحدها كده، وهنعرف ليه ضفناها لوحدها واحنا شغالين. كمان لو عملتيه بالطريقه دي تقدري تعملي منها مشروع وتحطيه مثلا في علب بلاستيك زي دي كده وتبيعيه. السحلب معاكي زي الجاهز بالظبط ومقادير مظبوطه. وعشان ما نطولش عليكم يلا نبدا نشوف عملناه ازاي. وقبل اي حاجه نسمي بالله ونصلي على حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد. ودلوقتي اول حاجه معانا المكونات بودره السحلب. معانا مكونات اساسيه ومكونات اضافيه. وهنقول المكونات الاساسيه. معانا كوبايه من دقيق الرز الابيض، بتجيبيه من عند العطار او من اي سوبر ماركت. ممكن كمان تستبدلي بالرز الابيض عادي، هتغسليه كويس وتصفيه وتسيبيه ينشف وتطحنيه في المطحنه اما يطلع معاكي بالشكل ده. ومعايا كوبايه من النشا، وكوبايه من السكر البودره، وكوبايه الا ربع من الحليب البودره. بتجيبيه من عند العطار، بتجيبيه سايب، بيبقى معاكي اوفر من ان انت تشتريه اكياس. وكوبايه الا ربع من الكريم شانتيه، وتلت كوبايه من جوز الهند الناعم خالص كده زي ما احنا شايفين. ومعايا كيسين من الفانيليا. ومعانا الاضافه اللي هنضيفها اللي بتفرق معاكي في طعم السحلب، اللي هي بودره جوز الهند. بتجيبي من عند العطار بتقوله بودره جوز الهند. دي كده المكونات معانا الاساسيه. انما المكونات الاضافيه اي مكسرات موجوده عندك او حابه تضيفيه. يعني انا معايا هنا زبيب، ممكن طبعا تستغنى عن الزبيب لو انت ما بتحبيش الزبيب. معايا هنا سوداني، معايا هنا جوز الهند، اللي معايا سمسم. وطبعا كميه المكسرات اللي انت حباها او حابه تضيفيها في السحل. ودلوقتي هنخلط كل المكونات في بوله واسعه، وهنقول المكونات تاني واحنا شغالين. كوبايه من دقيق الرز، وكوبايه من النشا. وطبعا الكوبايه اللي تعايري بيها كل المكونات. ان كانت معايا كوبايه من السكر البودره، وكوبايه الا ربع من اللبن البودره، وكوبايه الا ربع من الكريم شانتيه، وتلت كوبايه من جوز الهند، كيسين من الفانيليا، وربع معلقه من طعم جوز الهند اللي احنا قلنا عليه. واهم حاجه ان انت ما تكتريش لانه بيمرر، فلو مرر معاكي هترجعي تزودي كل المكونات تاني. انا هحط كده حوالي كوبايه الا ربع من السمسم، احط شويه من الزبيب، واخلط كده كل المكونات. وممكن لو انت عامله كميه كبيره ما تضيفيش اي مكسرات دلوقتي، يعني تضيفي بس السمسم وتسيبي المكسرات اما تيجي تجهزيه، لان المكسرات بتطرى معاكي. فانت تخلي المكسرات في علبه الواحده. وكده خلطت كل المكونات بقت خلاص جاهزه معايا. انا بحبش اضيف المكسرات في قلب الخليط، يعني انما المكسرات دي بخليها في برطمان لوحدها، اقلبها واخليها في برطمان لوحدها، لان طبعا الكميه دي هتغيب عندي فالمكسرات هتطرى، وبالاخص اللي السوداني. شايفين ما شاء الله شكل بودره السحلب. هنعبيها في برطمانات او في اي علب بلاستيك موجوده عندك او تفضل عندك طول الشتاء. وهنا بالنسبه للمكسرات هحطها كده مع بعضها الكميه اللي انت حباها. هنا كده المكسرات قلبتها مع بعضها واحطها في برطمان. وطبعا لو عندك اي مكسرات تانية او في نوع مكسرات بتحب تضيفيه للسحلب، ده حاجه انت وراحتك. دلوقتي بعد ما عملنا بودره السحلب هنعمل منهم احلى 3 كوبايات سحلب. معانا 3 كوبايات من الحليب، لهم 3 معالق من بودره السحلب. وطبعا كميه بودره السحلب على حسب ما انت بتحبي السحلب. في ناس بيحبوا السحلب تقيل وناس بيحبوه خفيف. انا ما بحبوش تقيل قوي زي المهلبيه كده، لا انا بحبه وسط. وهنقلبه على البارد، يعني الحليب اللي معانا ساقع، ما ينفعش ان هو يكون سخن، ما ينفعش ان هو يكون سخن او دافي، لان لو كان سخن او دافي هيتكتل. فلازم ان هو ساقع كده تقلبي فيه بودره السحلب. وهنا كده رفعت السحلب على النار وضفت له السكر. وطبعا كميه السكر على حسب الرغبه او على حسب ما انت بتحبي تحليه السحلب. وهيغلي ونرجع نشوف مع بعض ان شاء الله. وهنا دلوقتي بعد ما خلصت السحلب، بسم الله الرحمن الرحيم، هصبه بالشكل ده. بسم الله. وكده خلصت السحلب وقدمته بالشكل ده، وحطيت على وشه المكسرات. وشايفين ما شاء الله شكل بودرة السحلب. انا بس حطيت على وشها شويه من المكسرات كده بس عشان التصوير، انما انا بشيله عادي. وكده خلاص خلصنا حلقتنا النهارده. ولو عجبكم وصفتنا النهارده اعملوا متابعه وشير عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.